صباح الأجواء الفنية من عاصمة الفن والجمال فيينا. ده أجمل مكان بيديني طاقة بشرب فيه القهوة الصبح، الحديقة بتاعة الفندق. الناس هنا في النمسا بتصحى بدري والناس كلها لابسة شيك، شعب محترم جدا، شعب مؤدب، كله بيتكلم انجليش هنا. لو فكرت في يوم إن أنا أعيش في النمسا فمش عايز يكون عندي عربية، كفاية أركب المواصلات وأشوف الناس بشوشة وبتضحك في وشي، دي أهم حاجة. خلاص، تكفي بس التمشية في شوارع فيينا عشان نشوف الجمال ده كله. زي ما انتم شايفين تتمشى بس، مش محتاج تعمل اكتر من كده، ان انت بتتمشى في متحف مفتوح. لما تمشي في بلد وتشوف الشوارع بالنظافة دي اعرف ان الشعب نضيف جدا. عدد سكان النمسا 9 مليون، عدد سكان مدينة فيينا 2 مليون. 2 مليون في عاصمة أوروبية ده برضو كتير مش قليل، وان انت تلاقي شوارع بالنظافة دي وشبكة مواصلات محترمة جدا، باصات، قطورة، ترام، تتمشى في شوارعها كده وتشوف الفن اللي معمول ده. محتاج ايه اكتر من كده بقى؟ زي ما شايفين واحدة من التحف الفنية اللي ورانا الكنيسة اليسوعية. الكنيسة من جوه عبارة عن متحف، كل حاجة بالذهب جوه. ونطلع من الكنيسة نلاقي التحف دي في الشوارع، التماثيل والنوافير في كل مكان في فيينا، ماشيين بالظبط في متحف مفتوح. حلويات بقى. اشرب واحد قهوة كده في كافيه عايدة، ده من أشهر الكافيهات الموجودة في النمسا، عندهم 19 فرع حوالين فيينا. كافيه عايدة واحد من المعالم السياحية في مدينة فيينا. دانكشون. واحد يعني بيعرف شوية ألماني على قده كده يمشي بيهم حاله. ده الاسبريسو عندهم كده في فنجان شياكة شبه الكافيه اللي احنا قاعدين فيه ب3 يورو 70 سنت السنجل اسبريسو، وده تشيز كيك ب6 يورو. حاليا رحلة البحث عن رحلة بالقارب في فيينا. الرحلات دي بتشوف منها البلد كلها من المية. يلا بينا. زي ما احنا شايفين الجمال هنا واللمسات الفنية والمباني. اللي قدامنا دي كنيسة القديس فرانسيس، وده بقى المكان اللي فيه القوارب. اتصلت بيهم بس محدش بيرد، فاضطريت اجي هنا عشان نشوف الرحلة هتطلع امتى. زي ما شايفين كده قارب قد ايه. يلا بينا ننزل ونشوف الاسعار ونشوف الدنيا عاملة ازاي. القارب اللي قدامنا ده قارب بيلف اوروبا، يعني ممكن ياخدك من هنا في فيينا الى سلوفاكيا الى المجر، وفي غرف نوم كمان. بس القارب اللي بيعمل لك رحلة داخل مدينة فيينا قدام شوية. هنشوف ينفع نقطع تيكت ونطلع ولا ده بالحجز المسبق. دي المركب اللي هنطلع فيها، قطعنا تذكرة ب29 يورو، مدة الرحلة ساعة وربع. يلا بينا نتفرج على الأجواء ونتفرج على المدينة من المية. زي ما شايفين كده دي المركب اللي هنطلع فيها. يلا بينا. هلو. دلوقتي احنا في نص نهر الدانوب، وركوب القارب هنا تجربة مستحيل تتنسي. المية حواليك هادية جدا والمناظر على الضفتين تحفة فنية، بتحس كأنك عايش جو مختلف تماما بعيدا عن أي دوشة أو ضغط. نهر الدانوب هو روح فيينا، واحد من أهم معالم المدينة. النهر ده مش مجرد مية كده وخلاص، ده رمز من رموز المدينة اللي بيقسمها وبيخلق حواليه أجواء من الهدوء والجمال اللي مش ممكن توصفه بالكلام. مركب زي ما انتم شايفين كده مليانة ناس. وانت ماشي بالقارب بتشوف الجسور القديمة الجميلة اللي بترمز لتاريخ فيينا، والمباني اللي كل واحد فيهم ليه حكاية. الجو هنا بيخليك تسترخي خالص وتحس ان الوقت واقف بيك. المية بتمشي بهدوء وكل شوية يعدي من قدامي قارب تاني او ناس مستمتعين زي بالظبط.
ناس قامت فاخدت فيو جامد الصراحه كده عشان نصور براحتنا. اما الهوا هنا منعش جدا وبيخلي كل نفس تاخده ليه طعم تاني خالص. اللي حلو في التجربة دي انك مش بتشوف المدينة، انت بتحس بيها، بتحس بروحها وهدوءها اللي ملهوش مثيل. اللحظة دي بجد مميزة جدا وكأني في فيلم، كل حاجة حواليا جميلة ومتناسقة. لو جاي فيينا ما تفوتش ركوب القارب في نهر الدانوب، لانك هتشوف المدينة من زاوية مختلفة تماما. تجربة مليانة سحر وهدوء ولازم كل واحد يجي فيينا يجربها. الجو بره ساقع شويه فقررنا ندخل هنا زي ما شايفين الاجواء. الأجواء ممتعة الصراحة. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان نكتر من الفيديوهات دي ونسافر ونظبط الدنيا. لما بلاقي الدعم والشير والحاجات دي بكتر من الفيديوهات وبكتر من السفريات كمان. كان في ناس كتير كمان زي ما انتم شايفين. الناس دي كلها كانت على المركب بس انا اضطريت اقعد جوه لان الجو كان ساقع. فكرة ان انت تبقى في المركب دي فكرة حلوة.